زعزعة القضية. اسمح لي أولا أن أقدم العزاء لإخواننا وأهلنا في المملكة العربية السعودية ولإخواننا وأهلنا في القطيف، وأقول سبق هذا الاعتداء هو أن ادعي، وطبعا عبر عميل سرب للبي بي سي بخبر أن سوف تقوم السلطات السعودية في 14 أيار في إعدام الشيخ نمر النمر، وهذا مما أجج بعض الدول وبعض الجهات وبعض المرجعيات السياسية الشيعية والدينية بهذا الاتجاه، وهذا كان غير صحيح. إنما الهدف منه زعزعة الوضع الداخلي في المملكة العربية السعودية وتحضير لما سوف يأتي على أساس مخطط نظام ولاية الفقيه، واتبعه العملية الإجرامية التي أنا لا أنكر أن من نفذها هم جماعة من داعش، لكن من أعطى الأمر، من مول، من دعم، من سلح، من خطط لهذا الاتجاه قطعا عندما يقوم. وقبل أن يكون هناك تحقيق خرج إلينا السيد نصر الله ليتهم المملكة العربية السعودية بقتل أبنائها. عجيب، هل المملكة العربية السعودية وخاصة وزارة الداخلية هي المستفيدة من هكذا أمر، من زعزعة أمر البلاد وقتل العباد؟ قطعا لا. إنما المستفيد اليوم وصلنا خبر من القطيف أنهم بدأوا بتشكيل لجان شعبية شبه ما أراده السيد نصر الله كحشد شعبي، بحيث حتى يقولون أننا نحن اليوم تمكنا من تفتيش والقبض على 2 من الباكستانيين حاول الدخول إلى مسجد. بدأ هذا النداء وبدأت هذه الخطة ومخطط التقسيم لدى النظام الإيراني سواء على مستوى البحرين أو اليمن، واليوم المخطط الداخلي داخل المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. نحن كشيعة عرب لا نسمح لك يا سيد حسن نصر الله التدخل السلبي في شؤون الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين واليمن والعراق وسوريا وحتى لبنان. وعليكم يا أهلنا يا إخواننا في القطيف، انتبهوا، التفتوا. المملكة العربية السعودية هي الوطن الأم بالنسبة لكم، وهي بلاد الحرمين. إنها تتعرض لهجوم خارجي على الحدود، تتعرض لهجمة منظمة، وبلدكم اليوم أيضا يتعرض لهجمة منظمة داخلية عبر الادعاء بما قام به بعض هؤلاء الموتورين من تفجير هنا ومن قتل هناك. إن أي دعوات آتية من نظام ولاية الفقيه أو من يتبعهم حقيقة في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية تحديدا بالانفصال أو الدعوة إلى الأمن الذاتي أو الدعوة إلى اللجان الشعبية بهذا الاتجاه هو خطر، وخطر كبير عليكم تحديدا وعلى المملكة العربية السعودية. أنتم كنتم وما زلتم في مؤسسات هذه الدولة مواطنين، لكم حقوق وعليكم واجبات، وأن وزارة الداخلية تحديدا وعلى رأسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف قام بواجبه وأكثر، وتم الكشف عن الخلية في يوم عاشوراء، واليوم أيضا تم الكشف عن الخلية وهو يحميكم وهو المسؤول عن أمنكم. وأنتم ينبغي عليكم أن تتعاونوا مع وزارة الداخلية، لأن الأمن حق الجميع، وأنتم من المواطنين. ارفضوا كل الدعوات المشبوهة للانقسام، هذه مسؤوليتكم التاريخية، وأنكروا على كل من يدعو لتشكيل لجان وأمن ذاتي وما شابه. هذا يريد أن يرميكم في التهلكة، وإن شاء الله أنتم أهل المسؤولية. المطلوب منكم التعقل، التوازن، المطلوب منكم الانخراط بالدولة، التعاون مع هذه الدولة. بعد كل الحجة التي يتخذها من أجل أن يبرر مشاركته في القتال والتقتيل في سوريا وربما في العراق ومناطق أخرى وفي اليمن، بمعنى أنه نصب نفسه كأنه حامي حمى العرب. نعم، بالحقيقة قول داعش هو أمر تخويف لا أكثر. تخويف لنا. مثلا أراد أن يخوف السنة وتوجه إلى تيار المستقبل، وأراد أن يخوف المسيحيين، وأن يقول بأن كنائسكم وأن نساءكم سوف تضرب كنائسكم وسوف تسبى نساءكم، وأيضا إلى الداخل اللبناني أكثر من الخارج. هذا لتبرير استمراره بالقتال ولشد العصب الداخلي، ولكن كل هذا لا ينفع. نحن نقول للسيد نصر الله، نحن لدينا تاريخ. لبنان 10,000
هذا البلد القليل، هذا البلد القصير، هذا البلد الضيق، هذا البلد الذي نعرف نحن تاريخه وماضيه، نعلم بأن الذي فعلته أنت حتى على مستوى الطائفة الشيعية أكثر من داعش. من الذي قتل هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية؟ من الذي قتل، نوجه إلى روحه الطيبة، مهدي عامل؟ من الذي اغتال جحا؟ من الذي قام اليوم بمحاولة اغتيال الوزير بطرس حرب؟ من الذي متهم اليوم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ وأنت يا سيد حسن نصر الله لا تريد أن تسلم، لا تريد أن تتعاون، أنت فقط تريد إما أن نكون نحن معك، وإما تهددنا بداعشية 7 أيار. هذا مرفوض، هذا مردود. أنت لست ضمانا للبنان، ولست ضمانا حتى للشيعة الذي قتلتهم أمثال الشهيد رحمة الله عليه، الشهيد المظلوم هاشم السلمان. ونحن لذلك نقول أن تخويفك بداعش وأنت أكبر من داعش. نعم والله، إنما الأهم من داعش هو ما يهدد دولنا ويهدد باحتلالها، وهو نظام ولاية الفقيه الذي روج لداعش والذي دعم داعش. ونحن نعلم أخيرا بأن أغلب جوازات السفر الذي تم كشفها في العراق كانت مختومة بتأشيرات إيرانية. ونحن لا ننكر بأن هناك معلومات تفيد بأن حتى اليوم حزب الله لم يصطدم بداعش، بل بالعكس، بأن حزب الله هو يحارب ويصارع ويواجه جيش السوري الحر ويواجه الثوار السوريين، بين أن داعش هي تحارب الثوار السوريين ولا تحارب حزب الله. وهذا دليل على مدى الارتباط. أما بالنسبة لنظام ولاية الفقيه هو الأخطر، هو المنتج لداعش، هو من قام نور المالكي بفتح السجون، وهو بالذي قام بتصدير داعش إلينا بعد أن رتب هذا الأمر. إن نظام ولاية الفقيه لديه إمكانات مالية وإمكانات عسكرية وأمنية، ولديه مشروع في الدول العربية، هو الذي يهددنا اليوم في البحرين، ويهددنا اليوم في اليمن، ويهددنا اليوم في العراق وسوريا، وهو اليوم صاحب الوصاية في لبنان عندما أتى ولايتي. نحن الخطر الحقيقي اليوم هو خطر نظام ولاية الفقيه الذي أنتج بالحقيقة داعش. هذا النظام هو الخطر بالنسبة لنا، وهو أخطر من داعش بكل إمكاناته، هو الدعوة إلى ضرب السلم الأهلي وإلى الفتنة. أنتم تعلمون بأن في البقاع كما في الأردن وبعض المناطق هي منطقة عشائرية، عندما يحصل دم بين عشيرة وعشيرة من نفس المذهب لا تنتهي الدماء إلا تسفك الدماء. فكيف منك يا سيد حسن نصر الله وأنت تطلب بأن يتسلح العشائر الشيعية في البقاع ويتوجهون إلى قتال أهلهم في عرسال؟ هذا أنت تدعو إلى حرب، تدعو إلى خض السلم الأهلي، تدعو إلى فتنة لا تبقي ولا تذر. من هنا أنا أتوجه من خلالكم بإخبار إلى معالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي وإلى النيابة العامة بأن ما قاله السيد حسن نصر الله بالأمس خطير جدا، يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان ويؤدي إلى فتنة. وهو يريد كما قال له ولايتي أن يفعل كما فعلوا في الحشد الشعبي في العراق. وانظروا ماذا حصل في العراق. في لبنان لن يكون أي دم يسقط ما بين العشائر في البقاع، سوف يكون هناك حمام من الدماء لن يتوقف، والذي يتحمل وحده هذا المجنون السيد حسن نصر الله. نحن عقلاء الطائفة الشيعية، نحن نتبرأ من جنونه، ونحن من سوف يقف في وجهه ويردعه عن غيه وعن جنونه. نحن لن نسمح بمزيد من الدماء داخل الطائفة الشيعية. أنا في الجنوب وأنا في الضاحية الجنوبية، إنما أرى في كل حي صور لإخواننا الذين قتلوا في سوريا أو في العراق أو في اليمن، حتى في الجنوب. لا تخلو قرية في الجنوب إلا فيها حزن ومجالس عزاء. شكرا. نحن ندعو إلى العلم، إلى الاقتصاد، ولا ندعو إلى الحرب كما يدعو السيد حسن نصر الله. اللهم إني قد بلغت. شكرا لك العلامة السيد محمد الحسيني الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي.